إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا بناتي، ازيكم يا خواتي، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعضينا سمك فيليه. هنعمله ازاي؟ هنحمره مع بعضينا بطريقة بيت المنى، ويا رب الطريقة تعجبكم. أول حاجة بتجيبي سمك فيليه، طبعا خالي من الشوك. هنجيبه مع بعضينا زي كده. انت هتجيبي السمكة اللي انت بتحبيها، لان في منه نوعين، في بلدي وفي مستورد معايا. فاول حاجة انا هجيبها بسم الله، هجيب كده واقطعها نصين، ونقطعها هنقطعها مع بعضينا شرايح، الطول اللي انت عايزاه، الشريحة او الطول اللي انت عايزاه. بسم الله. كده حبايبي زي ما انتم شايفين كده قطعناه. تعمليها القطعية اللي انت عايزاها بالشكل ده. وهنجيب معانا طبق هنا، هنحط معانا معلقة توم كبيرة. عارفين ان السمك حبيب التوم والكمون. معانا كمون، ملح، فلفل اسود، بابريكا، ومعانا جوز الطيب للي يحب. هننزل بيها على التومه بتاعتنا، وهنجيب معانا جوز الطيب ونبشرها كده. كده عملنا جوز الطيب. هنجيب معانا الليمون بتاعنا. كده عصرنا الليمون بتاعنا، ما ترموش عشان هينفعنا. هنحطه في الزيت واحنا بنقلي علشان يمنع اي ريحة سمك في البيت. هنا عملنا الخلطة بتاعتنا الجميلة دي زي ما وريتها لكم، وهننزل عليها بالدقيق بتاعنا. وهننزل عليه بشوية مية لحد ما يدينا طريقة العجينة المتجانسة اللي احنا عايزينها. كده حبايبي عملناه بالطريقة دي، شايفين السمك بتاعه بالطريقة دي، والملح بتاعه مظبوط وكل شيء مظبوط. ليه بقى؟ لان هنجيبه كده وهنحطه في قلبيها ونطعمه بالعجينة بتاعتنا كده معايا. قبل ما تتشرب فيها شوية نكون عملنا الخطوة اللي بعدها. هي ليها خطوة تاني؟ ليها خطوة تاني، ليها خطوتين غير دي. الخطوة التانية مية ساقعة، مية عادية، وتحطي فيها قلبيها تلج. أهم حاجة التلج عشان ينجح لك الخطوة اللي انت بتعمليها. كده حبايبي لازم المية أم تلج. ليه؟ هنطلع من هنا هنحطها هنا. وفي خطوة تالتة، هنجيب بقى ايه كيس زي معانا زي كده وهندقه عشان يبقى ناعم بالشكل ده زي كده. ننزل عليه بالشكل ده كده، وتقلبيه بالشكل ده. وهنبتدي بقى الخطوات بتاعتنا نشتغل بيها. هنطلع اول واحده كده زي ما انتم شايفين، وننزل بيها في قلب الميه، ونطلع ننزلها في الشيتوس كده. ونطلعها زي ما انتم شايفين كده، ونحطها في قلب الطاسه. تعالوا معايا. امرها بسيطه ولا لا؟ نعمل الباقي. ايه رايكم حبايبي؟ ادي الشكل بتاعه، سمن خروشه ما شاء الله تبارك الرحمن. ايه رايكم؟ ادي الاكل بتاعنا، هنزوقه كده بطماطم بتاعتنا. ايه رايكم؟ شايف
دي الطريقة بتاعتي في طريقة عمل السمك المخلي بالطريقة الجميلة المقرمشة ديت اللي انتوا سمعتوها. وهنا عاملين معاه رز طماطم او رز بقوطة، ومعاه هنا رز اللي هو الصيادية، معانا هنا الباربيكيو، ومعانا مايونيز، المايونيز، ومعانا الكاتشب للي يحب ياكل بيه. والوصفة بتاعتنا عملناها بشيتوس او كرانش. ايه رأيكم؟ وصفة بسيطة وجميلة وتعمليها في بيتك زي اجدع محل. حاجة تعمليها من بيتك وحاجة بسيطة وجميلة ونضيفة زي بتاعت المحلات واجدع كمان. ان عجبكم ما تنسوناش باللايك وسبسكرايب والتعليقات الجميلة لبيت المنى. اشوف وشكم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.